حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هوريكم شويه حاجات كده كنت مشترياها لشغلي، ماتيريال، حاجات خاصه بالنيلز والضوافر والجل والهارد جel واكسسوارات والكلام ده كله. فلو انتي حابه ان انتي تشوفي المشتريات دي فكملي معايا الفيديو للاخر، واحتمال في اخر الفيديو هقول لكم ايه العروض اللي انا منزلاها عن الهارد جel والجل بولش والتريتمنت والاكليريك. وهحاول ان انا اسيب لكم بعض شغلي في اخر الفيديو. تمام. طبعا هسيب لكم اللينكات الجروب بتاعي في اول كومنت مثبت لو انت حابه تعملي يعني حاجه خاصه بالعرض، طبعا عشان الكريسماس وكده. فيلا بينا نبدا الفيديو، بس ما تنسوش طبعا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي. ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. هنفتح اول حاجه الشنطه دي لاني يعني حباها جدا، فيها حاجات حلوه. بصوا، اول حاجه جبتها وهي العلبة دي عشان البنات اللي هي كانت حابة انها تعمل فصوص، فانا جبتها لكم اهي، طبعا بالمقاسات اللي انتوا عايزينها. عشان كان في حاجة كنت عاملاها في الشغل عندي بس بجليتر، في ناس كانت فاكرة ان هو فصوص وانا طبعا ما كانش عندي، بس هي خدعة كده بصرية. المهم زعلوا وقالوا ان انتي بتركبي الناس وناس لا، فجبتها لهم مخصوص. ماشي، انا جبت دي العلبة دي وكمان جبت دي. بصوا، ما حرمتكمش من حاجة، ده اللي هو الفضي وده الجولد. تمام. برضو بصوا مقاسات يعني حاجة كده ايه، صغيرة وكبير وكده. طيب بعد كده جبت برضو، بصوا هي هتبهدل الدنيا معايا. بصوا انا جبت ده اللي هي الفراشات الجولد دي، تمام، عشان البنات اللي هي حابة برضو. وجبت الجليتر ده، انا هيبهدل المفرش عندي بس يعني مش عارفه اعمل ايه اهو، بس حاسه ان انا واقع. جبت منه الجولد وجبت منه السيلفر علشان الرسومات بقى والكريسماس وكده، فبيحتاج الجليتر قوي. طبعا انا مش هقول اي اسعار عشان البنات اللي هي بتبيع الحاجات دي كل واحده بيبقى ليها سعر مختلف، فانا كده هضارب يعني على بعض، فعشان ما اعملش مشاكل يعني. تمام. وجبت اللي هي دي علشان الطباعة وكده، والفرنش خلاص. وكمان عشان بقى بصوا، دي المفروض ان هو انا ما اقولكمش حاجه زي كده، بس قشطه هقول يعني. بصوا انا جبت الماده دي ماده بنستخدمها، ده توب كود. تمام. التوب كود ده اللي هو بيديكي لمعه في اخر الضافر، ده من جلوبال فاشون، فمعروف جدا وغالي جدا. طبعا البنات اللي شغاله في المجال اكيد عارفه ده. تمام. فانا جبت منه اللي هو الحجم الكبير 30 ملي. وكمان جبت رابر بيز من اونو. ده بيبقى بيس، طبعا البنات اللي هي بتشتغل في الموضوع ده فهي عارفة. دي حاجة كده علشان تتقل الضافر، سمك الضافر عندك هنا وما يتكسرش بسهولة. انا بحب اجيب المادة دي لان دي يعني اتقل مادة من البيز العادي. انا بحب استخدمها في شغلي، بتبقى غالية وبتقع عليا، مش يعني بخسارة بالنسبة للسعر اللي انا بعمل بيه، بس انا حابة ان البنت تطلع من عندي تشكر لي في الشغل وهي بتقول لاصحابها، يعني انتوا فاهمين. فلا انا بحب اوي الحته دي. وكمان جبت اللي هو الجلو ده بتاع جلوبال فاشون، برضو دي اعلى براند هي وبراند تانية. تمام. كمان جبت دي، ثواني هفتحها معاكم كده بالبتاع ده، يعني انا مش هينفع مقص، فانا جبت بقى. هفتحه ولا خلاص هو اتفتح؟ كنت هقول لكم افتحه وارجع لكم تاني، استنوا بقى كده. طبعا المفرش باظ يعني مش عايزه اقول لكم. بصوا جبت برضو ده بسكوت، التاني قلت لكم عليه ده رابر بيز، ده بسكوت بس من جلوبال فاشون. وكمان جبت اللي هو التوب كود ده برضو من جلوبال فاشون. انا بستخدم احسن الخامات، ده كله روسي، بستخدم احسن الخامات واغلى الخامات، يعني انا مش بسترخص خالص والله. ده كله علشان برضو منها الضوافر بتاعتكم ما تتأثرش، ومنها برضو تبقى حاجة حلوة وتقعد معاكم فترة اطول. تمام. جبت الفرش دي، فرش للرسم، دول 3 كده مع بعض. وكمان جبت اللي هي البتاع السيليكون دي،
طبعا البنات اللي هي بتشتغل في الموضوع ده فهي عارفة بنستخدمه في ايه بالظبط. ماشي. وكمان جبت الفرش دي للرسم. انا بص بحاول ان انا اجيب كل المقاسات بحيث ان هي تسهل معايا في الشغل. تمام. دول 3. ومن تحت كده بصوا عاملين زي النقاطة، ودي كده نشرة يعني. وكمان جبت علبة تب، دي اللي هي العلبة طبعا بيكون منها موجود اللي هي الاكياس، بس انا حبيت ان انا اجيب العلبة. انا كنت المرة اللي فاتت كنت جايبة اكياس، فالمرة دي جبت العلبة. هي اغلى بس عشان هتسهل معايا اكتر من الكياس. تمام. وكمان جبت اللي هو الجلوفز. تمام. جبت علبة. انا جربت الميديم لقيته صغير، سوري كبير على ايدي، فجبت اصغر حاجة، وخايفة انه هيبقى اصغر، انا ايدي صغيرة او مش عارفة يعني، شايفين. وكمان جبت اللي هو الكحول ده، يعني اساسي برضو في الشغل معانا، اللي هو الكحول. والمفروض ان انا بستخدم كمامة اثناء الشغل، لان سمعت، انا طبعا مش عارفة المعلومة دي صح ولا غلط، ان هو بيأثر على العظم، اللي بتشتغل مش اللي هي بتحط، لاني انا بشم الريحة دي، انت بتعمليها مرة وبتمشي، فانا ببقى مستمرة مثلا، فانا سمعت ان هي بتأثر. بس انا حاسه ان هي راح تتفتح، يعني كويس ان هما كانوا مغلفينها كويس. بتأثر على العظم، يعني بيوجع العظم وبتاع، وبتعمل مشاكل كتيرة يعني. اهي دي اللي انا جبتها، هي لتر كبيرة طبعا علشان نعقم الادوات اللي احنا بنشتغل بيها، وكمان يعني بنشتغل بيها بالكلاينت، يعني بنحط على ضوافرها برضو. تمام. دي الحاجات اللي انا جبتها لشغلي. طيب حبيت ان انا اعمل لكم فويس. انا دلوقتي في شهر 4. طبعا الفيديو ده متصور من يعني السنة الجديدة، من شهر بقى 12، من بداية كمان شهر 12. المهم عايزة اقول لكم على الاسعار اللي موجودة دلوقتي علشان خاطر العيد. كل سنة وانتم طيبين طبعا. الهارد جل عندي ب180، والاكليريك عامل 230، الجل بولش للايد عامل 100، التريتمنت للايد عامل 120، الجل بولش للضوافر الرجل عاملة 75. طبعا الريفيل او الضفر المكسور او اي ديزاينات تانية بيبقى ليها سعر تاني. طبعا الاسعار اللي انا قلت لكم عليها دي شاملة ديزاين ضفرين. تمام. في اي زيادة طبعا بيبقى في حساب تاني. طبعا المكان بتاعي في القاهرة عزبة النخل. هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي او لينك الجروب بتاع الفيسبوك او البيج بتاعة الفيسبوك في اول كومنت مثبت، عشان تشوفوا كل الشغل اللي بننزله. بس كده. ولو انتوا حابين ننزل فيديوهات عن الديزاينات وهيكون شرح اطول، بعرفوني في الكومنتات، وانا ان شاء الله طبعا هصور لكم. اللي لسه مش متابعيني على الانستجرام، فانا هسيب لكم طبعا اللينك بتاع الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن بوكس، بنزل برضو فيها كل صور الشغل اللي انا بعملها. بس كده. وان شاء الله هيكون في حاجات جديدة وشغل جديد نازل، وبرضو في مشتريات وشغل حلو قوي قوي للصيف. بس كده. وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.